بيبدأ الفيلم في عربية فيها مجموعة وبيكون جوه في متهم مربوط ومتغمي لحد ما بيظهر قدامهم جرار واقف في نص الطريق، فبينزلوا وبيبدأوا يفحصوا المكان والباقي بيفضل مع المتهم في العربية. بس مرة واحدة بيتشد واحد وبيتقتل والتاني كذلك الأمر، وده بيخلي اتنين كمان ينزلوا وبيبدأ يخلص عليهم كلهم ما عدا آخر واحد بيفضل مع المتهم جوه لحد ما بيجيله وبيضربه وبيخلص عليه وبيفك الراجل. فبيفتح تليفونه بصورة واصلاله، لما بيتأكد انه هو طيب مع السلامة انت دلوقتي، فبيتصل بالتليفون وبيقول خلصت، وبنعرف ان اسمه وولكر. فبيقول له تمام هتجيلك عربية تاخدك ولازم تختفي دلوقتي. بيركب العربية لحد ما بيوصل لمكان عليه حرس وبيدخل جوه، بيقابل سامز اللي بياخده معاه وبياخد منه كل الحاجات اللي معاه، وبنعرف انه في مركز اعادة تأهيل هيقضي فيه عقوبة ويخرج بهوية جديدة، وفي محبوسين كتير عمالقة جوه. فبيقول له دلوقتي انت هتتحبس بس لازم نروح للبصمات الاول، فبياخده يعمل له بصمة. من ناحية تانية بيوصل رينارد مع مجموعة، فبيتصل على شخص بيكتب شيكات وبنعرف ان اسمه بيج ديل. بيقول له المكان على وشك الاغلاق والامن سهل جدا زي ما قلنا، فبيقول له انا بعتلك المطلوب، اهم حاجة تخلص من غير اي ادلة، وبيكون معاه صورة لواحدة مطلوبة. فبيبدأوا يتحركوا كلهم وولكر بيجيله ظرف من تحت الباب. في الوقت ده بتوصل واحدة من المجموعة وبتقتل واحد جوه وبتقول للباقي يدخل، وولكر بيلاقي سلسلة جوه الظرف وكمان فلوس كتير، وبتدخل المجموعة وبتقتل الحارس وبتقدر تفتح كل الابواب. اما سيمز فرحان لان حبيبته كلمته فشغل اغاني وعلى الصوت، وبره العصابة بتدخل بس كويس اهو حس بالخطر، فبيرجع تاني وبيستخبى وبيشغل جهاز الانذار. في الوقت ده بتدخل إليديا لولكر ومعاها جولييت البنت اللي كانت في الصورة، وبتقول له محتاجين مساعدتك، لكنه بيقول لهم اخرجوا بره انا ما اعرفكمش. فبتلح عليه وبتقول له بس انا اعرفك كويس، لكنه بيتجاهلها. فبتاخد جولييت وبتخرج وبتسيب الباب مفتوح. فبعد شوية بيدخل عليه واحد وبيضربه بالنار، لكنه بيقدر يستخبى وبيقتله بس بيكون اتصاب في راسه ودراعه. فبيربطهم وبيخرج بالمسدس وبيفضل يفحص المكان لحد ما بيدخل باب وبيلاقي جولييت قدامه، فبينزل السلاح وبيشوف إليديا وهي بتقتل واحد، وبيلاقي واحد تاني بيضرب نار. فبيقول لها روح انتي. بتروح إليديا بالمسدس وبتقدر تضرب الأول وكمان بتضرب التاني، بس بيتدخل قبل ما التالت يضرب عليها نار وبيقتله. وبنعرف ان جولييت حامل، فبتقول إليديا لازم نتحرك دلوقتي. أول ما بتقول جولييت هناخده معانا ولا لا، بتقول إليديا لا احنا طلبنا مساعدته في الأول ورفض. فبيتحركوا الاتنين سوا وإليديا بتحاول تأمن جولييت وبتقول لها تفضل مكانها، وولكر بيقرر يخرج وراهم. فبيوصل اتنين وبتنزل جولييت تستخبى تحت العربية، فبتقع سيجارة من واحد وبيقرر ينزل يجيبها. في الوقت ده وولكر بيعمل صوت فبيروح لواحد والتاني بيشوف جولييت، بس وولكر بيروح للي قدامه وبيقدر يقتله، وإليديا بتوصل وبتضرب التاني قبل ما يروح لجولييت. فبيقرر ينضم ليهم في طريقهم وبيدخلوا المكان بيدور فيه وولكر على مفاتيح خزنة الأسلحة. في الوقت ده بينضم ليهم سامز، فبيطلب منه وولكر الأسلحة بس بيوريهم حاجات تانية يستخدموها لأن الأسلحة مش هيقدر يفتح عليها. في الوقت ده بتوصل لهم مجموعة فبيقرروا يستنوهم، وبتضرب جولييت قنابل غاز، ولما بيدخلوا عليهم بيقدروا يضربوهم، وجولييت كمان بتساعدهم وبتقتل واحد، بس سيمز بيكون اتصاب وللأسف بيموت، وكمان وولكر بيكون اتصاب برصاصة، وإليديا بتقرر تخرجها منه. فبيقول لهم عاوز أعرف القصة كلها. بتقول له جولييت كانت ضمن عملية اختطاف، واحدة من ضمن 4 نساء اختطفوا واشتراها واحد، بس أول ما حملت طلب يقتلها وياخد الولد لكنها هربت وجات لي. وبنعرف إن إليديا هي كمان اتخطفت وهي صغيرة وإنها مش هتخلي اللي حصل لها يحصل لغيرها. فبيطلب يكلم المعالج بتاعه وإنه الوحيد اللي بيثق فيه على كوكب الأرض. فبتخرج إليديا تجيب جهاز الاتصال وبتشوف قدامها ناس من العصابة وبتسأله جولييت عندك عيلة؟ بيقول لها كان دلوقتي كلهم ماتوا وإن ده أحسن له علشان شغله. في الوقت اللي بتخرج إليديا على الموجودين وبتضربهم، بس رصاصها بيخلص وبتضطر تدخل معاها في خناقة، وأخيرا بتقدر إليديا تقتلها بس بتكون اتصابت. فبتدخل للكابينة وبتاخد جهاز الاتصال، وفي واحد بيقدر يهرب من العصابة وإليديا بتقدر ترجع لهم. فجولي بتحاول تعالجها وولكر بيديها مسدس، واللي فضل عايش راح بلغ رينارد اللي حصل. فبيدخل ياخد سلاح ضخم وبيروح تاني. في الوقت اللي بيخرجوا التلاتة وبيحموا جولي لحد ما بيوصل لهم واحد من العصابة، فبيخرج وولكر وإليديا وبيقتلوه. وواحدة من العصابة بتدخل لكل المحبوسين وبتقول لهم عندنا شغل تعالوا، لحد ما بيظهر قدامهم واحد بيضربهم. فبيحاولوا يخرجوا بره بس بيلاقوا التاني مستنيهم بالسلاح، لكنهم بيقدروا ينزلوا وبيتفرقوا التلاتة
3 وبيضربوا عليه نار، فبيروح لولكر وبيسلم عليه، خلاص يا معلم مات. فبيرجعوا تاني للمغسلة وبيظهر واحد من المحبوسين اتجنن جوه، فبيقول وولكر معايا رصاصة واحدة، وبياخد قنبلة غاز وبيقول لإيليديا تروح معاه. فبيرمي القنبلة وبيدخلوا، بس بيضرب إيليديا وبيغمى عليها. فولكر بيقدر يضربه طلقة بس بتيجي في كتفه علشان يروح له ويضربه في إصابته، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيوقعه. في الوقت ده بتتدخل جوليت وبتضربه بقلم في رقبته، لكنه بيمسكها وبيوقعها على الأرض وبيربط في بقها سلك وبيكون هيموتها، بس بتصحى إيليديا وبتضربه بشنطة، وبيفوق وولكر وبيضربه لحد ما بيموت، وبيقع وولكر تاني. فبتروح له إيليديا وجوليت وبيلاقوه مش بيتنفس، فبتفضل إيليديا تعمل له إنعاش لحد ما بيقوم وولكر وبيكلم المعالج في التليفون اللي خدوه وبيطلب منه عربيتين. فبيقول له ساعة ويكونوا عندك، فبيقول لهم علشان يقولوا لازم نروح مكان نستخبى. وجوليت بتكون تعبانة، فبيلاقوا واحد من المحبوسين بره، وده بيخلي وولكر يقول لهم روحوا انتوا وانا هتصرف معاه. فبيخرج له وبيخليه يمشي وراه لحد ما بيدخلوا مكان زي المتاهة. فبيخرج وولكر وبيضربه، وجوليت وإيليديا بيقدروا يخرجوا، بس بيلاقوا واحد قدامهم من العصابة. فبتقول إيليديا روحي دوري على الوثائق، وولكر بيتعمل بوفتيكا الناحية التانية، وإيليديا بتقدر تضربه وتوقع منه المسدس، لكنه بيشيل سكينة وبيضربها ببطنها. وولكر بيتخنق وبيكون هيموت، لكنه بيشيل سكينة وبيضربه في رجله وبيمسك شواكيشه وبيفرقع دماغه. وإيليديا بتقع وبيضرب فيها وبيمسك المسدس وبيقول لها جوليت فين. في الوقت ده بيسمع صوت فبيفكرها هي، وجوليت بتجري بس بتشوفها واحدة من العصابة. بيوصل لمكان الصوت وبيكون وولكر مستنيه، فبيفك قنبلة وبيرميها في العربية، وأول ما بيجري وراه بتفرقع فبيقع. والبنت بتوصل لمكان جوليت وبتفضل تقول لها هنسيبك تمشي أول ما ناخد الطفل، لكن جوليت بتقدر تزق رف وبتوقعه عليها. وإيليديا بتوصل وبتشوف الولد بيخلص فبتخلص، وجوليت بتوصل ليهم وبتكون هتخرج، بس بتروح لها البنت وبتمسكها وبتعورها بالسكينة في وشها علشان ما تتكلمش. وولكر بيدخل وبيلاقي واحدة مقتولة، فبيقول لها أنا آسف إن عملت فيكي كده. وأول ما بتدخل إيليديا بيلومها وبيكون متضايق جدا، فبتقول أنا عارفة اللي حصل وعارفة ماضيك، بنتك ماتت بسببك في ضرب نار لأنك ساعدت محجوزين وخرجتهم، وكنت عاوز تعمل الصح بس اتقلب عليك. فبيقول لها أنا السبب، فبتسيبه وبتخرج وبتكون بتتألم بسبب جرحها، وهو كمان بيخرج وبيشوف السلسلة بتاعت بنته اللي كانت في الظرف، لحد ما الصبح بيطلع عليهم. وإيليديا بتشوف جوليت وهي ممسوكة، بس إيليديا بتحاول تروح لها لكن البنت بتشوفها، ورينورد بيقدر يضربها وبياخد منها السكينة، بس قبل ما يقتلها بيضربه وولكر في كتفه وبيدخل معاه في نزال. وإيليديا بتضرب البنت او هي اللي بتضربها معرفش الصراحة. مصورين الفيلم ده في عزبة ترشوخ البلد، فبتمسك إيليديا السنجة وبتقدر تقتلها، ورينورد بيقدر يضرب وولكر وبيوقعه، وقبل ما تقتله إيليديا بيضربها وده بيخلي وولكر يقطع ايده. في الوقت ده بتتدخل جوليت وبتهرسه بالعربية وبيكونوا كلهم بخير لحد ما بتوصل لهم العربيات، وبتقول جوليت مش هيبطل يدور علينا، فبيقول وولكر لازم تركبوا العربية سوا وسيبوا الحكاية دي عليا. فبيروحوا بيجيب الظرف وبيديهم منه فلوس وبياخد هو الباقي، وبيقول لهم يخلوا بالهم من نفسهم وبيسيبهم وبيمشي في العربية التانية. فبياخد التليفون وبيقول له عالج نفسك لان في شغل عاوزك فيه. وبنروح تاني بعد شهر مع إيليديا وجوليت اللي قربت تولد، وبيج ديل اللي بيجيله تليفون بتقول له بطل تستخبى علشان في ضيف جايلك. في الوقت ده بتترمي قنبلة غاز، فبيقوم وبيضرب نار بس بيقدر يتفادى الرصاص وبيدخل له، وبيكون وولكر فبيضربه في كل جسمه، لكنه بيقول له انت شغال تبع مين ومين اللي بعتك. فبيقول له الخطأ اللي انت عملته، وبيوري له صورة جوليت وبيقتله بعدها. ولحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا فولو. دمتم في أمان وسلام. سلام.